المعنى وراء القصة: في عام 1992 أطلقت الأمم المتحدة مهمة إنسانية يونوسوم لمعالجة المجاعة والفوضى في الصومال. عام 1993 أصبحت المهمة عسكرية أكثر مع يونوسوم 2، والقوات الأمريكية رأت أيديد هذا تدخلا أجنبيا، وعارضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة مدى الوجود، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة. كانت ميليشيا عيديد مسؤولة عن المعركة في مقديشو 1993. محاولة القوات الأمريكية حاولت القوات القبض على 2 من كبار مساعديه. سارت العملية بشكل كارثي، مما أدى إلى إسقاط مروحيتين أمريكيتين، مروحيات بلاك هوك، ومقتل 18 جنديا أمريكيا ومئات من المقاتلين والمدنيين الصوماليين. هذه المعركة التي تم تصويرها لاحقا في الكتاب والفيلم بلاك هوك داون جلبت كما فعلت انتباها عالميا كرمز للمقاومة ضد التدخل الأجنبي. لقد جعلت قدرة عيديد على مواجهة الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، منه شخصية أسطورية في الصومال ورمزا لمناهضة الإمبريالية. تكتيكاته في حرب العصابات واندماجه مع السكان المدنيين جعلاه هدفا صعبا. تستكشف هذه القصة ثنائية الطبيعة البشرية، الصراع بين الطموح والأخلاق، القوة والفداء. يبرز تكلفة الحرب ليس فقط على الأمة ولكن على روح الفرد. رحلة فرح ترمز إلى إمكانية التغيير حتى لأولئك المتجذرين بعمق في الصراع. يسأل القارئ: ماذا نحن نقاتل من أجله؟ وما هي التكلفة؟ وأهم شيء، هل من الممكن أن يكون قد فات الأوان لاختيار طريق مختلف؟